هيونداي توسان سعرها رفع خلال سنة لأكتر من مليون جنيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عمرو مجدي، وفي الفيديو ده هنتكلم عن هيونداي توسان. كلنا عارفين ان شركة هيونداي حققت نجاح كبير في مبيعات الجيل السابق من هيونداي توسان فئة الكروس اوفر. بسبب النجاح ده هيونداي طورت بشكل كبير في الجيل الجديد اللي هو الجيل الرابع، بانها توفر تصميم اوروبي باداء هايل ما يأثرش معاك على كافة الطرق، ونظام تعليق متناغم ما بين الراحة والثبات بشكل جيد جدا. ده الجيل الرابع من هيونداي توسان. العربية دي بتصنف كومباكت كروس اوفر مدمجة. العربية بتنزل في مصر بخمس فئات، تقدر تشوف اسعارهم من خلال الموقع، هسيب لك اللينك في الوصف. العربية دي بتنزل بموتور 4 سلندر 1600 سي سي تربو، بيطلع قوة 178 حصان وعزم 265 نيوتن متر، متوصل بفتيس ديول كلاتش 7 سرعات دراي. والعربية بدفع أمامي العجلات أرقام الأداء من 0 ل 100 في 9.2 ثانية، والسرعة القصوى الرسمية غير متوفرة. أداء الموتور نشط وحاد، واستجابته كويسة جدا في حالات الطوارئ والمناورات. وبيكملوا الفتيس الديول كلاتش المتطور عن الجيل السابق. الفتيس بيفهم كويس انت محتاج اي نقلة، وذكي ونشط بشكل جيد، مفهوش اي نقاط سلبية. بالنسبة بقى لنظام التعليق، نظام التعليق في العربية جميل جدا، متناغم ما بين الراحة والثبات، بيأدي معاك بشكل ممتاز على الطريق. اما بقى عن العزل، فالعزل في العربية متوسط، صوت الرياح مسموع بشكل واضح بداية من على السرعات المتوسطة، وده بسبب الخطوط الحادة اللي موجودة في التصميم الجديد، ولكن العزل ياخد 8 من 10. اما بقى عن نقطة التكييف، فالتكييف ممتاز في العربية، بيقدر يبرد المقصورة بشكل سريع، وتقدر تظبط فتحات التهوية بالشكل اللي يناسبك. اخر نقطة معانا بقى وهي الامان. بالنسبة بقى للامان، العربية واخدة 5 نجوم امان في يورو انكاب، ودي حاجة عظيمة جدا. وبتيجي بأنظمة الامان في كل الفئات: ABS نظام منع انغلاق الفرامل، و ABD نظام توزيع كرة الفرامل على العجلات، و USB نظام الثبات الالكتروني، وهيل ستارت اسيست نظام بيخلي العربية ما تريحش على المطالع، وهيل ديسنت كنترول. وبيزيد عليهم من اول الفئة الثالثة TBMS نظام مراقبة ضغط الاطارات. وبيزيد عليهم من اول الفئة الخامسة وهي الفئة الاعلى تجهيزا نظام تحذير من التصادم الامامي، ولكن هو تحذير فقط بدون فرامل اوتوماتيكية. وبيزيد عليهم كمان بلايند سبوت اسيست ونظام تحذير الخروج من الحارة المرورية، ومعاه ستيرنج اسيست علشان يرجع العربية في الحارة المرورية اوتوماتيك. والنظام ده بيعمل بكفاءة جيدة جدا في العربية دي عن العربيات التانية في نفس الفئة. ودي كانت مراجعة سريعة لأهم نقاط القوة والضعف في السيارة هيونداي توسان 2021. ما تنسوش لايك وشير للفيديو، وتسيبونا تعليقاتكم عن ايه الموضوعات اللي محتاجين نتكلم عنها الفترة الجاية. وكمان تتابعونا على فيسبوك، اسيب لكم لينك البيج في الوصف، ويا ريت كمان تشتركوا في القناة، اسيب لكم لينك القناة في الوصف برضو. مع السلامة.